المغرب يضرب الجزائر، فما خدمه قاعده تخدم في المغرب، ميات وامكانيات كيما اللي عند المغرب. شوف امين، حكينا فيه برا عديد المرات، خدمه كبيره. الاكاديميه نتاع محمد السادس من اقوى ما فما اللي يخدم يلقى امين. معناتها المغاربه قاعدين يخدموا في الصغار. نرجع لك السي عبد اللطيف، المباراه تقابلت واحد حاله من التعتيم الاعلامي الجزائري، يعني كنا نمن نفس بمتابعه هذه المباراه ونشوف مستوى المنتخبين معا، يعني المباراه يعني في اطار رياضي، لكن ربما السلطات الجزائريه رفضت تنقل المباراة، وكأن الخسارة في كرة القدم خسارة سياسية ولا بشيء هذا القبيل. ما عرفتش صراحة، ربما واحد السلوك شاذ. سي فيصل، يعني كل التوقعات كنا كنتوقعوا، يعني حتى الجامعه الملكيه المغربيه كانت كتوقع بان ربما تكون المعامله ديال المنتخب المغربي معامله غير حسنه، من خلال السلوكات والممارسات اللي تمارست على بعض المنتخبات، سواء في العاب البحر الابيض المتوسط، المنتخب ديال الفتيان اقل من 17 سنه، الفريق ديال بركان في الاسبوع الماضي، يعني سوء التعامل وسوء المعامله، يعني كل هذه السلوكات كتاثر سلبا وكتخلي واحد التخوف من النتائج اللي ربما يتعرضوا لها اللاعبات، كتخرج عن اطارها الرياضي. وهذا اللي حدث تقريبا، لان كان تاسفوا واحد التاسف كبير كيف بمقابله كره القدم مع التطور العلمي اللي وصلنا له، الحداثه ديال الاعلاميه، وان مقابله لا تنقل، بينما كننتقلوا هنا عند الجيران اللي كتلقى قريه صغيره عندها قناه تلفزيونيه ديالها خاصه، كتلقى المقابلات كيشوفوها العدد ديال السكان ربما ما كيفوتش 2000 ديال الناس، وهذه مباراه في تصفيات كاس العالم للاسف. وهنا المشكل ربما الاتحاد الجزائري كيقول بان ما بغاش ينقل هذه المقابله، لان في دفتر التحملات ديال المقابلات ديال كره القدم ما كاينش واحد القانون كيضغط عليهم ينقلوا مقابلات، فهي بالعكس في اطار الثقافه، في اطار التعريف، في اطار العلاقات الاخويه والدينيه اللي كتربطنا، مقابله عاديه احنا كنعتبروها مقابله في كره القدم، ما كتجاوزش هذه الحدود. ملي كتنتهي المقابلات اللاعبات كيتصافحوا بيناتهم، والنتيجه كيف ما كانت سواء كانت سلبيه او لا ايجابيه كتبقى دائما الروح الرياضيه هي المسيطره، ولكن للاسف حنا كنشوفوا هذه السلوكات اللي كتمارس في البلد ديال الجزائر اللي هو كنا كنعتبره دائما لانه بلد شقيق، سلوكات غير رياضيه، سلوكات غير اخلاقيه، سواء في التعامل او في النقل التلفزي، بحيث ان ما مصير الجمهور الجزائري ولا الجمهور المغربي من حرمان من نقل المقابله. ما هو الهدف؟ والنتيجه هي خرجت 4-0، واش ربما الا كانت النقل سيكون 10 ولا اكثر. كنعرف بان هنايا كيبين بان المنتخب المغربي راه قوي فعلا، يعني امام الواقع التاريخي والواقع المعاش اللي لعبوه. المنتخب المغربي في الاسبوع المقبل لعب فريق مغاير اللي لعبوا اليوم، يعني جوج ديال التشكيلات تقريبا مغايرين، وانتصر ب4 واليوم انتصر ب4. اذا كاينه القدره التقنيه، القدره البدنيه، ان يعني المنتخب قوي، وهذا هو الشيء الايجابي اللي كيخلينا رغم الظروف وان اللاعبات ملي كانوا ماشيين للجزائر كان هو النوع ديال التخوف. نهار الاربعاء ملي سافروا البعثه المغربيه للجزائر، واحد النوع ديال التخوف من سوء المعامله، من سوء التدبير داخل، وكان قلق من اهالي عائلات اللاعبات المغربيات اللي سافروا الجزائر بزاف، خصوصا اللاعبات اللي كيمارسوا في اوروبا. وكاين واحد جوج ديال اللاعبات ربما كانت اسفوا ما حضروش وعندهم مستوى مزيان اللي كيشاركوا في المانيا، قدموا الاعتذار ديالهم للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم النسويه عن عدم الحضور بسبب الامتحانات. يعني هنا كيبين بان راه في 17 عام كلشي باقي كيقرا، كل شيء باقي عاد كيبني المستقبل ديالو. فاذا كان هنا في باراليل، يعني في توازي الدراسه والرياضه، وهذا اللي ما كناش كنشوفوه قبل. بحال اللي قالت زينب، كره القدم قبل حنا كنهضروا على فتيات البوغاز، كنا كيصعب علينا مدينه العدد ديال السكان ديالها ما بين مليون ومليون ونص، ما كنقدروش نجمعوا 11 بنت. دابا كنلقاو واحد يعني تقريبا في طنجه كاين اكثر من 10 ديال الجمعيات ديال كره القدم عندهم الفئات العمريه 13 عام 17 عام، الكبيرات. يعني هذا كيبين بان الاهتمام ديال لافيفا هي الجامعه الدوليه هي اللي خلات كره القدم النسويه، بحيث ان حتى الجامعه المغربيه لكره القدم برئاسه القجع كتقول بان اللاعبات ديال كره القدم القسم الوطني الاول، القسم الوطني الثاني، الجامعه كتكلف لهم المصاريف، المدربين والاطقم التقنيه الجامعه كتكلف لهم، حتى انها كتوفر لهم حتى وسيله النقل. بمجرد ما كتطلع القسم الوطني الثاني الجامعه كتوفر لك وسيله ديال النقل. اذا هنايا كاين واحد الاهتمام كبير، وهذا اللي خلى كره القدم الوطنيه كتنعكس على المنتوج ديالها وكتعطي واحد الثمار. هذه الثمار اللي في ظرف وجه صغير، يعني ربما غادي نشوفوا الاقلاع ديال كره القدم النسويه. هذه واحد 5 سنين 6 سنين عاد عرفنا المنتخبات، ولينا كنسمعوا 17 عام اللي ربما حنا قبل ما كنا كنسمعوا غير ديال الدراري ديال الرجال، 17 عام الشبان الفتيان. اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟
ايه الحلاوه دي. والله تفتح الحدود، شوف والله تفتح الحدود غير بالك 20 مليون مغاربي يجي لهنا، لانه كاين صلاح في بلادنا يوسف. الخير كاين في المغرب، الجزائر الشر الميزيريه، انا غير وحنا من المغرب، هذه سي فيغيتي. وقال لكم تبون نعشاب شراطه. كررها كررها. قال لكم تبون نعشاب شراطه. 5 سنوات ونحن نندد بالفساد والتأثير السلبي على الكرة الجزائرية في أفريقيا. 5 سنوات. أنا ذاك واش قالوا عليا؟ مجنون بالعظمة، ولكن ربي على باله واش كاين في القلوب. ماشي انت تقول لي كنت عارف الشيء هذا راح نوصلوا ليه واللي وصلنا ليه، تكلمنا عليه كثير، قالوا اني انا مجنون. لماذا يتكلم على المغرب هكذا؟ لما شوف واش عمل عيسى حياته في 25 سنة، واش عمل هذا في سنة، في عهدة واحدة جزاؤه جهنم. في عهدة واحدة موتسيبي في عهدة واحدة، الاخر 25 سنة ما دارش هذا العيب كله. هذا في عهدة واحدة. الحق شوف وين لحقنا به. شعب شقيق كالمغرب العربي، يعني انا نقول المغرب العربي شعب كما نقولوا حلو كذا، خلاونا هادو الحكام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا قبل كل شيء كنقدم لكم الشكر على حسن المشاهدة، وإذا كنتوا وصلتوا معنا إلى نهاية الفيديو ما تنساوش تفعلوا الجرس لكي توصلوا بالفيديوهات الجديدة. ما تنساوش تدعمونا بتعليق ولايك للفيديو. إذا كما تعلمون أن هذه القناة فهي متخصصة دائما بنقل الأخبار المتعلقة بالمغرب والجزائر خاصة، وبالعموم الأخبار المتعلقة بالعالم العربي اون جينيرال. إذا نتمنى لكم فرجة ممتعة، ونلتقي في فيديو جديد وأخبار حصرية كما قلت سابقا أنها متعلقة دائما بالأخبار الجديدة والأخبار المتعلقة بالمغرب والجزائر. إذا لا تنسوا الاشتراك ودعمنا بتعليق ولايك للفيديو، ونلتقي إذا في فيديو جديد إن شاء الله.